الحمد لله بحمده تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه، والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن سأله أعطاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا بكتاب كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن تبعهما معا عاش في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، تعالوا بنا نتحدث في هذه الخطبة الميمونة عن الدين يسر، التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات. عباد الله، إن ديننا يتميز بخصائص، بأنه دين ذا يسر، دين ذا سهولة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، أي ذا يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا، أي قاربوا من الصواب، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا، أي الزموا السداد، أدوا الفرائض، فإن لم تقدروا قاربوا من الصواب. سددوا أي الزموا السداد، وافعلوا ما أمرتم به، وأدوا ما أتمرتم به. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، معنى قوله فسددوا وقاربوا، أي قاربوا من الصواب، وأبشروا. نعم، لأن ربنا عفو، ربنا غفور. واستعينوا بشيء، واستعينوا بالغدوة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. فالدين يا عباد الله يسر. ربنا تبارك وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر، ويقول: وما جعل عليكم من حرج، والله يريد الله ليخفف عنكم، يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، ديننا مبني على التيسير، كما قال العلماء. ومن القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير. ولله در الإمام السعدي رحمه الله، حيث يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، ومن قواعد شرعنا التيسير. نعم، ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار. ما انتش قادر ما تعملش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبيح المحظورات. وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، الدين مبني على اليسر، والمشقة تجلب التيسير. نعم، تعالوا بنا نتحدث عن التيسير في العبادات. حينما تتأمل
عبادة الطهارة. في يوم من الأيام روى لنا سيدنا أبا هريرة أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا ماء عذب، إن شربنا ماء قليل، إن شربنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتطهروا بماء البحر، الماء المالح، حتى لا ينفد ما معهم من ماء عذب. وحينما تتأمل في الشرائع السابقة تجد أنهم كانوا لا يتطهرون إلا بالماء. أما في شرعنا من التيسير ومن مظاهر التيسير في العبادات أن الله عز وجل شرع لنا التيمم. فربنا تبارك وتعالى يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فتيمموا صعيدا طيبا. ربنا يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. أباح الله عز وجل لنا التيمم، ولم يكن مباحا في الشرائع التي قبلنا. نعم. فالتيمم عند تعذر استعمال الماء، أو عند المرض، عندما إذا كان الإنسان مريض فلا يستعمل والماء يضره، لا يستعمل الماء. هذا من يسر الإسلام أنه شرع التيمم، ومن يسر الإسلام أنه جعلت الأرض كلها مسجدا وطهور. ولم تكن في الشرائع السابقة كان الإنسان لا يصلي إلا في المعابد وفي دور العبادة. أما في شريعتنا فالأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد وترابها طهور. كذلك أيضا حينما تتدبر في الشريعة تجد التيسير في العبادات. في الصلاة فيها تيسير كثير جدا. أولا أن الله عز وجل من يسره وتخفيفه علينا أننا نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات، مع أنها كانت مفروضة 50 صلاة. هذا من يسر الإسلام في الصلاة. كذلك أن الله تبارك وتعالى رفع الحرج عن الذي لا يستطيع القيام في الصلاة. فقد جاء سيدنا عمران بن حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت به بواسير، كان مريضا، فاستأذن: يا رسول الله، لا أقدر على القيام. فقال له النبي: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك أو أومئ. شوف يسر الإسلام وسماحة الإسلام، أن تصلي على قدر طاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك في الصلاة أن الشريعة أباحت التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين فمن أما بالناس فليخفف. وجاء رجل يشكو معاذ بن جبل لأنه كان يصلي بالناس العشاء فصلى بهم بسورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ إذا أممت الناس في الصلاة فصلي بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والضحى ونحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة أخفف كراهية أن أشق على أمه. نعم، رحمة مهداة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في الصلاة تجد أن صلاة المسافر غير صلاة المقيم، فالمسافر يقصر الصلاة. وكذلك من يسر الإسلام ومن يسره في العبادات أنه أباح القصر في عدد الصلاة الرباعية في السفر، والجمع في المرض. وكذلك من يسر الإسلام أنه رفع عن المرأة الحرج في حال عذرها، حينما يكون عليها دم الحيض أو دم النفاس فإنه يعتريها ألم نفسي وألم جسدي، فإن الإسلام رفع عنها الحرج ورفع عنها الصلاة في هذا العذر ورفع عنها الصيام.
ولكنها لا تقضي الصلاة، ولكن تقضي ما فاتها وما عليها من صيام. هذا من يسر أو من التيسير، من يسر الإسلام في العبادات، ومن يسره ورفقه بالمرأة أنه لم يوجب عليها صلاة الجمعة ولم يوجب عليها الجهاد. حينما تتدبر يسر الإسلام والتيسير في عبادة الزكاة تجد أن الزكاة لم تفرض إلا على الأغنياء، ولم تفرض إلا لمن بلغ النصاب، وكذلك من حال عليها الحول. فلا بد في الزكاة من شروط الاستطاعة، يكون الإنسان قادر وعنده مال ما يكفيه ويحول عليه الحول. هذا بالنسبة للزكاة. أما بالنسبة للتيسير في الصيام تجد أن التيسير في عبادة الصيام قد بلغ في الأمر ذروته. نعم، ربنا لا يشق علينا، فربنا تبارك وتعالى قال في آيات الصيام، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، يريد الله بكم اليسر. فمن التيسير في العبادات في الصيام أولا أنه لم يفرض علينا أن الله لم يفرض علينا صيام السنة كلها، وإنما فرض صيام شهرا واحد في السنة، وأنه حدده من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن مظاهر التيسير في هذه العبادة، عبادة الصوم، أن الصوم لم يكن موصولا يومين أو 3 أيام. نعم، من مظاهر التيسير في عبادة الصيام أن الإنسان الذي لا يستطيع الصيام بسبب مرض أو بسبب سفر يفطر ويقضي في أيام أخر، كما قال ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك من مظاهر التيسير في العبادات في عبادة الصيام أن الإنسان الذي لا مريض لا يرجى برؤه، أو شيخ كبير أو امرأة عجوز، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. الدين دين يسر، دين ذا سهولة في جميع العبادات. شوف، هل هذه تيسير في العبادات لم تكن في الأمم السابقة. حينما تتدبر مثلا في الطهارة، أن العبادة الطهارة أن الأمم السابقة لو أصابت نجاسة ثوب إنسان فإنه لابد من قطع وقص ما أصاب الثوب من نجاسة. أما في شرعنا وفي دين الإسلام الحنيف فإن الإنسان يغسله، قليل من الماء يغسله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله، قال الحنفية السمحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة. كذلك من مظاهر التيسير في العبادات يتجلى ذلك واضحا في عبادة الحج. نعم، أولا أن الله عز وجل لم يفرض علينا الحج في كل عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ قالها 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. ثم قال الحج في العمر مرة واحدة، فمن زاد على ذلك فهو تطوع. وكذلك من مظاهر التيسير في الحج أن الله لم يفرض الحج إلا على المستطيع بدنيا وماليا. فربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك من مظاهر التيسير في الحج أن الإسلام شرع النيابة على غير القادر. إذا كنت لا تقدر على الحج بمرض أو كبر سن
فممكن أن ينوب عنك غيرك، لأن النبي رأى رجل يحج ويقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال قريب لي. فقال النبي أحيجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. يبقى من مظاهر التيسير النيابة في الحج. إذا كان الإنسان لا يقدر على الذهاب للحج وعنده المال، ممكن أن ينيب عنه أحد يحج عنه، بس لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا. كذلك النيابة في رمي الجمرات على ذوي الأعذار من كبار السن والضعفاء والمرضى، أن يرمي بدلا منهم أحد. كذلك من مظاهر التيسير في العبادات وفي الحج خاصة أن أعمال يوم النحر رمي الجمار، ثم بعد ذلك ذبح الهدي، ثم بعد ذلك الحلق والتقصير، ثم بعد ذلك الطواف والسعي. هذه هو هدي النبي في ترتيب هذه الأعمال يوم النحر. لكنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنا حلقت قبل أن أذبح، فيقول النبي افعل ولا حرج. يأتي أحدهم يقول يا رسول الله أنا حلقت قبل أن أرمي الجمرات، يقول النبي افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، حتى لا يشق على الناس ويقوم الناس بعمل واحد في يوم الحج، فكل الناس يرمون الجمار في وقت واحد فيكون هناك زحام. إنما النبي قال افعل ولا حرج، ارمي الجمار أولا، اذبح أولا، طوف أولا، اسعى أولا على قدر استطاعتك. وربنا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين يسر، التيسير في العبادات، التيسير في العبادات. مظاهر التيسير كثيرة، ومن القواعد الفقهية أن المشقة تجلب التيسير. كذلك تعالوا نتحدث عن السماحة، السماحة في المعاملات، وهذا ما نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. عباد الله، تعالوا بنا بعد أن تحدثنا عن الدين يسر والتيسير في العبادات، سواء كان في الطهارة أو بالتيمم، أو أن الله عز وجل جعل لنا الأرض كلها مسجد وترابها طهور، أو التيسير في الصلاة، أو التيسير في الزكاة، أو في الحج. تعالوا بنا نتحدث عن السماحة في المعاملات. نعم، الدين مبني على السماحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه لنا سيدنا عبد الله بن عباس كما روى الإمام أحمد: اسمح يسمح لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنفية السمحة. ولما سئل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنفية السمحة. فلابد من السماحة في جميع المعاملات، في البيع، في الشراء، في التقاضي، أن يسامح بعضنا بعضا. نعم، أن يسامح بعضنا بعضا. السماحة في البيع والشراء والاقتضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. سمحا إذا باع، أي لا يكون شحيحا بسلعته، لا يغالي في الربح. هذا البائع لا يحتكر هذه السلعة وقت الغلاء أو حينما يعلم بأنها سوف تغلو أو يغلو ثمنها، لا يحتكرها. لابد أن يكون سمح، لا يكون شحيحا، لا يرفع ويغالي في الربح، لا يحتكر السلع. هذا بالنسبة للسماحة في البيع. أما بالنسبة للسماحة في الشراء، ألا يبخس الناس حقهم، لا يبخس الناس حقهم، يكون سهل في التعامل، سهل في البيع، سهل في الشراء. كذلك سمحا إذا اقتضى، إذا كان له دين وأراد أن يقضيه أو يطلبه بأدب، يطلبه برفق. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وربنا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يبقى الإسلام شرع لنا السماحة في جميع المعاملات. ولما كان سيدنا أبو اليسر له دين على رجل وذهب يطلب منه دينه فاختبأ منه، فخرج ابنه الصغير وقال: أبي اختبأ. فقال: لقد علمت أنك بالدار. فخرج فقال: والله ما اختبأت منك إلا خشية أن أكذب أو أخلف في الوعد، وليس معي ما أسد الدين أو أقضي ما علي من دين. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو يسر يقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمحى ما كان على هذا الرجل من دين. وكذلك سيدنا قتادة كان له دين على أحد فذهب ليطلبه، قال: ليس معي ما أسدك وأقضيك. فقال: الله ليس معك شيء. فبكى سيدنا أبو قتادة ومحى عنه وقال: حينما يتيسر لك القضاء فاقضي. هكذا كان أصحاب النبي واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال: إن خياركم أحسنكم قضاء. خياركم أحسنكم قضاء، أي الذي يقضي ما عليه من دين. وسبب هذا الحديث أن رجلا أخذ النبي منه سنا من الجمل، نوع من الجمال، وأراد أن يسترده، فذهب إلى النبي ليأخذ جمله. فقال النبي لأصحابه: أعطوه. فقالوا: يا رسول الله لا نجد نفس سن الجمل الذي أخذت منه، بل هنا يا رسول الله جمل أكبر منه ويفوقه في الوزن والثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه إياه. فقال الرجل: أوفيت أوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. خياركم الذي يقضي ما عليه من دين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجدوا له من خير قط، غير أنه كان يقول لغلمانه: انظروا المعسر فتجاوزوا عنه، أي ضعوا ما عليه من دين. فلقي الله عز وجل فقال له الله: نحن أحق بالتجاوز منه، تجاوزوا عنه. الله في السماحة في البيع وفي الشراء. ولله ضر الإمام الشافعي حيث يقول: وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. يجب علينا أن نتسامح مع بعضنا البعض، نتسامح حتى مع من يشتمنا أو يسبنا أو يؤذينا. ولنا في النبي الأسوة الحسنة حينما آذوه أهل مكة وطردوه، لما عاد إليهم منتصرا فاتحا مظفرا قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ها هو قد قدر كان النبي كان قادرا على أن يلحق بهم الأذى ويلحق بهم مثل ما ألحقوا به من الأذى، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف السماحة، شوف سامح من أذاك. ولذلك لما نزل عليه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال له الله: يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع سيدنا أبو بكر
وإذا برجل يؤذي سيدنا أبو بكر ويشتمه، فسكت سيدنا أبو بكر والنبي جالس، فأعاد الرجل وسكت سيدنا أبو بكر، فلما قرر هذا الرجل الإيذاء لسيدنا أبو بكر 3 مرات رد عليه، فقام النبي من مجلسه فقال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، لما كان يؤذيني لم تقم، فقال: فلماذا قمت حينما رددت عليه؟ قال النبي: يا أبا بكر، حين لم ترد عليه إن الله عز وجل قد وكل عنك ملكا يرد عليك. فالله في السماحة في المعاملات والسماحة مع الناس. ديننا دين يسر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. آمين آمين يا رب العالمين.